من بعد ما غادي تشوف هذا الفيديو غادي تكون عندك فرصه كبيره باش تبدل حياتك. السلام عليكم. ما عنديش الوقت باش نضيعوا في كتابه ديال مقدمه سخيفه، وحتى نتوما ما عندكمش الوقت باش تضيعوه في الافكار السلبيه التافهه، وما عندكمش الوقت باش تضيعوه في الاكتئاب والشكاوي الخاويه. قول لي شكون غادي يتسوق لك؟ شكون غادي يتسوق لواحد بحالك والكآبه الكحله ديالك؟ حتى واحد. هادشي علاش خاصك تعترف بكل شيء وقبل من اي حاجه باللي انت بوحدك اللي مسؤول على كل حاجه واقعه لك في حياتك. وثاني حاجه خاصك تكون عندك ثقه كامله باللي ما كاين حتى واحد غادي يجيك مع 6 ديال الصباح ويفيقك من احلامك الحلوه ويبزز عليك تمشي تخدم ولا يبزز عليك تمشي تريني، وحتى واحد ما غادي يشري لك طوموبيل واعره من نوع فيراري ولا شي فيلا، وحتى واحد ما غادي يتسوق للحزن ديالك. زيد على هادشي خاصك ما تنساش بلي راك عايش في هذا العالم، كل واحد كينش على كباتو، كل خدمه تمنيتيها كاين بزاف ديال الشباب باغينا، وكل دولار بغيتيه كاين 1000 واحد ولا نقولوا مليون واحد باغي. اي دار ولا طوموبيل ولا اي خدمه ولا اي ساطه ولا تيتيزه بغيتيها كاين بزاف بحالك باغيين حتى هما هادشي. والفرق بينك وبين داك الشخص اللي حقق داكشي اللي كتحلم به هو الانضباط، الاستمراريه، القسوه. تعلم كيفاش تكون قاسي وقاصح مع نفسك. جرب تخرج من البلايص ديال الراحه وحط راسك اصعب واقصى الظروف وتعامل مع الضغوطات القاصحه وتعلم من الاخطاء ديالك. والاغلبيه ملي كيتلاقاو مع الناس اللي واصلين وناجحين في الحياه كتجيهم الغيره والحسد. واش عارف شحال بغيت وتمنيت تكون عندي حتى انا شي شركه ناجحه وطوموبيل واعره وفيلا حدا البحر ونكون زوين وانيق وعندي شي فورمه مهيبه ونعيش حياه الرفاهيه والعلاقه موجوده ونتزوج بشي تيتيزه مليحه. ملي كتمشي عنده تسولو علاش مازال ما حققتيش هاد الاحلام ديالك الزوينه كيقول ليك البلاد ما عاوناتنيش والحكومه هي السبب في التعاسه ديالي، ما عنديش الوقت، وقيل الجو هو السبب في هادشي، وحتى الظروف اللي انا فيها ما مساعدانيش. فاشل معكاز نهار كامل ومقابل التلفازه والماتشات وبالليل الافلام، واذا طالع هابط في الانستغرام كيجي الملل كيدخل يتفرج في الافلام ديال البورن وكيبقى يتعزل باحسن فيديو وفي الاخر كيمارس العاده السريه وكيضل يدور مع الفاشلين بحالو ويزهاو وكيحس براسو ماشي مؤهل باش يكون ناجح في واحد الحاجه بسبب الظروف ديالو والاعذار الخاويه. ما عمرك غادي تزيد خطوه للقدام، ما حدك كتستسلم في اول عقبه في حياتك، غادي تبقى ديما غادي بجنب الحيط ودير راسك عمق وتبقى ديما كتسنى في الفرصه تجي هي عندك، ماشي بحال الاخر اللي كيصنعوا طريقهم وكيمشيو فيها بواحد القوه وعزيمه وبكل ثقه في النفس. بركه ما تضحك على نفسك ولوح الجمال والمعاناه باش تتعلم كيفاش تنقذ راسك وتحقق الاحلام ديالك، حيت الاحلام غادي تبقى غير احلام الا ما تقاتلتيش ورديتيها حقيقه. شحال من واحد رفض يعيش شبابه بحال بزاف ديال الناس، كاين اللي كان كيخدم 12 ساعه بلا راحه، وكاين اللي كيتريني 7 سوايع في النهار، وكاين منهم اللي ولا مفلس فقير ولا يقلب على الماكله في الزبل باش ياكل، ودابا ولا من بين اغنى الناس في العالم. وكاين كاملين عندنا فرصه في هذا الكون وبدون استثناء، والنجاح ديال ديك الفرصه هنا غادي تعتمد على داكشي اللي تعلمتيه في الاوقات الصعيبه وفي كل طيحه طحتيها وفشلتي فيها، سواء كانت خدمه ولا هوايه ولا اي حاجه. خلاصه ديال هادشي غادي نكون فرحان بزاف الا بديتي من دابا كترسم طريقك للنجاح وتبدا في تحقيق الاحلام ديالك. واخا في هاد الطريق غادي تقدر تخسر بزاف ديال الصحاب، منهم المنافقين واللي حاقدين عليك وكانوا مخبين وراء قناع الصداقه. واخا هادشي كامل غادي نكون فرحان حيت غادي يولي بزاف كيغيروا منك وحاسدينك، وغادي تبدا تحس براسك مهموم ومقلق في بعض الاوقات. خسرتي في شي بروجي ولا سمحات فيك البنت اللي كتبغي ولا ضيعتي شي فرصه ديال الخدمه، ثيق بيا راه ماشي هذه هي النهايه ديال الدنيا. مادام النهار فيه 24 ساعه فمازال قدامك الوقت ومازال حي وكتنفس، فهذه اكبر نعمه من عند الله. راك قادر تبدل حياتك وشخصيتك وتتحكم فيها بحال شي لعبه،
واخا هادشي غادي يكون صعيب في البدايه وتلقى بزاف ديال العراقيل. حتى لهنا غنكونوا سالينا الفيديو ديالنا، وما تنساش بارطاجيه مع الناس العزاز عليك باش يستافدوا. وإلا عجبك الفيديو دير جيم، راه تعذبت باش نوصل ليك هادشي. تهلاو، نتلاقاو في فيديو جديد. كان معكم نور داز.